رخصة السياقة من صنف جيم كتسمح بسياقة عربات نقل البضائع اللي مجموع الوزن ديالها مع الحمولة كيتعدى 3500 كيلوغرام. الهدف من هذا المحور هو معرفة بعض أنواع العربات اللي رخصة السياقة من صنف جيم كتسمح ليا بالسياقة ديالها. كاين زوج ديال أنواع العربات بمحرك اللي غنطرقوا لها في هذا المحور، والعربات المجرورة. العربات ذات محرك مجهزة بمحرك اللي كيمكنها من التنقل بوسائلها الخاصة. العربات الحاملة كتنقل الحمولة على المحاور ديالها، كتسمى أيضا شاحنات حاملة أو حاملة منفردة. عربات التبريد كتوفر على جوانب ذات حرارة ثابتة، ونظام التبريد قادر على تخفيض الحرارة والحفاظ عليها. عربات مسطحة هي عبارة عن شاحنة مسطحة يمكن تجهيزها لشد البضائع كوضع قطع ركنية لربط الصناديق اللي كتوضع فيها البضائع. كاين أيضا عربات كتوفر على ستار كينزلق كيمكن من القيام بعملية الشحن والتفريغ من الجوانب. العربات بخزان هي عربات خاصة لنقل البضائع اللي هي على شكل خليط. العربة ذات صندوق القلاب كتصلح لنقل البضائع اللي هي على شكل خليط واللي ما كتحتاج تواجد في مكان مغلق. العربات الخلاطة كتستعمل لنقل بضاعة وحدة. معرفة العربة ديالو وبالأخص حجم العربة ضروري للسياقة بكل أمان. كنعنيو بالحجم الطول، العرض، العلو وبارز القاعدة. عربة نقل البضائع كتخضع لبعض المقاييس التقنية، لهذا العرض ديال العربة بكل أجزائها البارزة لازم ما يتجاوز 2 متر و50. أما العرض ديال عربات التبريد يمكن له يتجاوز 2 متر و50 بلا ما يتعدى 2 متر و60. لازم أيضا العلو ديال الحمولة من أعلى الأرض ما يتعداش 4 متر. الطول ديال عربة منفردة بكل أجزائها مع الحمولة ديالها محدد في 11 متر. طول ديال عربات مترابطة أي قاطرة زائد نصف مقطورة محدد في 16 متر و50. بالنسبة لمجموعة من العربات الطول الأقصى ديالها يمكن يوصل ل 18 متر. إلا كانت الطول والعرض مقاييس قصوى فالوزن حتى هو محدد. وزن كل عربة مع الحمولة ديالها لازم ما يتعداش مجموع الوزن مع الحمولة.
مجموع الوزن مع الحمولة محدد قانونيا. قانون السير كيشير على أن مجموع الوزن مع الحمولة كيتغير على حسب عدد محاور العربة. عربة ديال 2 محاور يمكن يوصل مجموع وزنها مع الحمولة ل 19 طن. لازم على السائق ما يتعداش هاد الوزن. هاد المقاييس كتطبق أيضا على المقطورات. مقطورة ديال 2 محاور مجموع وزنها مع الحمولة الأقصى كيساوي 19 طن. عربة ديال 3 المحاور أو أكثر مجموع الوزن الأقصى مع الحمولة ديالها يمكن يوصل ل 26 طن. نفس الشيء بالنسبة للمقطورة ديال 3 المحاور أو أكثر. مجموع الوزن الأقصى مع الحمولة ديال العربة مترابطة يعني قاطرة زائد نصف مقطورة هو 38 طن. نفس القاعدة كتطبق على مجموعة من العربات. الوزن الحقيقي لازم ما يتعداش مجموع الوزن مع الحمولة المرخص به، وإلا راحنا غادي نرتكبوا مخالفة. كنقصدوا بالوزن الحقيقي الوزن اللي كيشير ليه الميزان. الوزن الحقيقي هو وزن العربة فارغة زائد الحمولة ديالها. كل المعلومات المتعلقة بالوزن بالحمولة مشار لهم على لوحة المصنع أو على لوحة العربة. المسافة ما بين المحور ديال القدام والمحور ديال الخلف ديال العربة كتسمى الفجة أو القاعدة. الباريز الأمامي أو الخلفي هو المسافة ما بين نقطة مركز المحور ومقدم أو مؤخر العربة. الفجوة هي المسافة الفاصلة ما بين 2 ديال العجلات لنفس المحور.